وعلى منوال طريقة الشاذلية الدرقاوية نشأت في القرن العشرين الطريقة العلاوية نسبة إلى مؤسسها الشيخ مصطفى بن أحمد العلاوي رضي الله عنه، مجددا لأمر الدين، وهو من أكابر الصوفية في الإسلام. ولد الشيخ العلاوي بمستغانم عام 1869، وهي مدينة روحية بالغرب الجزائري يحرسها أولياؤها وعلماؤها وشعراؤها المشهورون. ألف الشيخ كتبا عديدة تتعلق بالروحانيات والفلسفة والفقه والأشعار الصوفية. قرر الشيخ تجديد الطريقة وتأقلمها مع تطور العالم المعاصر حتى تصبح نقطة وصل بين الشرق والغرب. فبدأت تتواجد بفرنسا منذ العشرينات، وحضر الشيخ يوم 16 جويلية 1926 احتفال تدشين مسجد باريس، فاستغل العديد من المثقفين الغربيين هذه الفرصة لمقابلته. توفي رضي الله عنه يوم 11 جويلية 1934 محاطا بهيبة كبيرة، حيث يعتبر كواحد من أشهر أولياء المغرب العربي. أنتم تيهن معنا